يا غير أنا بعد ليه نقتصر على نقول لكم بعض من جوانب الردود اللي تتقدم بها حالا في الوقت اللي نتكلم معكم فيه الأمانة الوطنية. وجا الآن راه الكلام على لسان الأخ الأمين العام، ولا يتبعوا ردود ثانية. اللي نختار نقول هو على أنه كيف قال لكم الأخ نفعي كان اليوم اجتماع الأمانة طبعا لتنسيق الردود وللحديث بصوت واحد، هذا معروف. وأيضا بما أن الأمانة مازالت عندها سلطاتها ومازالت عندها صلاحياتها، إذا مولي نشاف سير المؤتمر والتطورات المتتالية. إذا جمعت اليوم الأمانة الوطنية كيف قلت لكم. الثانية مذيكية الآن في هذا الوقت اللي نتكلم معكم قلت لكم على أنه عندنا الردود اللي متقدمة بها الأمانة العامة والآن الأمين العام. نظن على أنه من خلال هذه الردود أولا تم تثمين مداخلات الرجلي، يعني تختلف نبرتها، تختلف حدتها، تختلف يعني غير بعد تم تثمين لها لأنها كاملة تصب في موضوع واحد، هو كيفية الرفع بمستوى النضال، بمستوى كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. يلا نمشوا منطلقين هذا بمعنى على أنه وطنية متجذرة، بمعنى أنه استعداد، وبمعنى أنه يعني طلب لشحن العزائم ومضي قدما في التصعيد بالقتال كيف جاء في شعار المؤتمر. الثاني ملكية على أنه في الردود لفت انتباه القيادة مواضيع عدة، مثلا فيه نقاش عن حول موضوع الرقابة وأهمية الرقابة، وأهمية على أنه الأمور تمشي بطريقة شفافة، وعلى أنه إذن وهذا الموضوع تم له المناقشة ونقال فيه اللي فات وعدل. وبالطبع في الأفق على أنه لابد من يتطور هذا الموضوع، إياك نمشوا أكثر لمجتمع ولتنظيم يعني اللي تسود فيه الشفافية، اللي تسود فيه الصراحة والنزاهة. إذن هذا موضوع كان أيضا اللي أكلم عنه هو موضوع التنظيم السياسي. وقال على التنظيم السياسي حقق أشياء، راه كلم فات في التقرير عن ما أنجز وما لم ينجز، لكن اللي يؤكد عليه ويطمئن هو أنه هناك حرب أكثر دموية هي الأخرى، حرب نفسية معنوية، الخطاب المدمر اللي يعني يسوق له العدو، واللي يحاول على أنه يتغلغل في بين صفوف الصحراويات والصحراويين في هذه المدة الأخيرة. إذن هناك يعني على أنه التنظيم السياسي من مهامه مواجهة هذه الحرب القذرة وعلى أنه قد حد يتكلم عن هفوات، عن أنقاص، عن قصور، غير بعد ما فهم يعني كل شيء كان يصب في هذا مجهود التعبئة. وعلى أنه الدليل عليها وجود اليوم أكثر من 2000 مؤتمر حاضرة من كل الطيف الصحراوي بكل فئاته بكل. إذن معنى ذاك على أنه الإجماع الوطني، الحس الوطني والتعبئة موجودين. تم أيضا هناك تعرض لموضوع الجاليات، والجاليات وكلم عن هذه الجاليات اللي موجودة خاصة في أوروبا، غير الجاليات بصفة عامة، ونقال على أنها تشكل رافد من روافد التنظيم السياسي ورافد من روافد الكفاح الوطني. ونثنى على ذلك تعدى غير مطالبة هي الأخرى بمساهمات أكبر وأكثر كثافة وأكبر من أجل الدفع بهذه عجلة الكفاح الوطني والمساهمة في المجهود الحربي، في المجهود الوطني. إذن هذا أيضا وكلم أثناء هذه المداخلة عن إكراهات اللي حقيقة عدلت على أنه كل البرامج، خاصة برامج والله ما أقر المؤتمر الوطني ال15 ما تحقق. من جمل هذه الإكراهات ومن أهمها هو موضوع كورونا. جائحة كورونا جعلت على أنه العالم يتعطل سنة أو سنتين عن تعدال أي شيء، وبالتالي هذا أيضا انعكس على الأداء وعمل
الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء ووادي الذهب. بالطبع كان هناك نقاش أيضا وكان مهم قباله، هو أنه الظروف اللي حاطت باستئناف القتال، قرار إنهاء وقف إطلاق النار، خاصة ذيك اللي جاءت وكانت على مدار أكثر من سنة، واللي أدت إلى تفجر الوضع واستئناف القتال. وهذه يعني كيف كان التعاطي مع المنتظم الدولي، كيف كان هناك يعني شعور بأنه المنتظم الدولي مقصر ولهم عدل ذل شعوره، وخاصة على أنه جعل على أن نستخلص عنه المنتظم الدولي منين ما يقوم بواجباته، بل يقد يمشي لا أكثر من هذا، نوع من التواطؤ مع نظام المخزن ومع سياسة الاحتلال. وبالتالي كان هناك شرح متكامل لهذا الموضوع، تغلغل يعني ضعف المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة اللي ما قامت بدورها اللي شورها، واللي كان سبب في تراكمات اللي جعلت على أن نلحقوا لموضوع استئناف الحرب. أيضا كان هناك حديث عن وضعية المغرب الآن وتبجحه بالتكنولوجيا، لكن هم اللي أوضاعه الداخلية إلى آخره، وخاصة اعتصامه واستنجاده بإسرائيل، الشيء اللي جعل على أنه الحرب تقبض منحى آخر. وبالطبع هذا يحتم على الصحراويات والصحراويين على أنهم حتى هم تعود عندهم يخلقوا ظروف اللي تمكنهم من الرد على هذه التحديات، خاصة هذا الطابع للتكنولوجيا إلى آخره في الحرب. هذا على عجالة. أشكركم، إن لقاء ثاني إن شاء الله.